اللهم إن أحسنا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا، وإن أعرضنا فأرسل لنا من أحبابك من بلطف يأخذ بأيدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى هعمل لكم أكلة جميلة كده وسهلة وإن شاء الله تعجبكم كلكم، وهي فاهيتا الفراخ. والمكونات بتاعتنا السهلة وبسيطة جدا، عبارة عن صدرين فراخ مخليين زي ما انتم شايفين بالظبط، والتوابل الأساسية بتاعت فاهيتا الفراخ عبارة عن ايه؟ معلقة نشا، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، كزبرة، ملح، فلفل اسمر، سكر، من كل حاجة طبعا نص معلقة. دي التوابل بتاعتنا. الخضار بقى عبارة عن فلفل الوان، اصفر، احمر، اخضر، اللي يعجبك المتوفر عندك، وبصلتين كده حلوين متوسطين. هنجيب طبعا الفلفل اول حاجة هنقطعه جوليان زي ما انتم شايفين كده بالظبط، يعني بالطول، ويكون رفيع جدا. طبعا انتوا عارفين ان الفلفل الالوان ده ليه قيمة غذائية عالية جدا، وفي فيتامين سي طبعا مفيد لينا، وشكله جميل جدا في الاكل وبيفتح النفس بصراحة في الاكل. الالوان عموما بتجذب الواحد يعني النظر كده في الطبق اللي هو بياكل منه. وهنا هنقطع الفلفل الاحمر نفس الطريقة، رفيع جدا بالطول. بسيطة مش كتير يعني، هي بس التوابل طبعا اللي هي البهارات بتبقى يعني ايه مشكلة شوية زي ما احنا قلنا عليها. وهنا الفلفل الاخضر انا شلت القمع بتاعه بقطعه برضو بنفس الطول كده. وهنقطع البصل كده من النص وهنعمله برضو شرايح رفيعة جدا، التقطيعة واحدة لكل الخضار عشان يديني نفس الشكل. وهنا هنجيب، خلصنا كل الخضار، هنا هنجيب صدرين الفراخ هنقطعه يعني بالطول كده تقطيعة واحدة، يعني على نصين. الصدر هقسمه نصين بالطول زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الصدر التاني برضو بالطول هقطعه نصين كده بالطول بنفس السمك كده، مش هرقق زيادة عن كده. هنا هسيب الفراخ لحد بقى ما اجيب التوابل اللي احنا قلنا عليها، هخلطها كلها مع بعض. طبعا ما تنسيش حاجة من التوابل، قولها لكم تاني: توم باودر، بصل باودر، كمون، فلفل اسمر، بهارات فراخ، نشا، نص معلقة سكر، من كل حاجة طبعا نص معلقة، وبابريكا. قلبت كل التوابل دي مع بعض وخدت منها عبارة عن معلقة كبيرة كده شلتها هحتاجها بعدين. لازم اشربها كويس من التتبيلة دي، من البهارات الحلوة دي، لان هي دي اللي هتديني الطعم الجميل للفاهيتا. هقلب على الجنب التاني وبنفس الطريقة كل جزء من الفرخة لازم ان انا اتبله كويس. طريقة سهلة وحلوة وان شاء الله تعجبكم كلكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنا جبت طاسة حطيت فيها معلقتين زيت كبار وبشوفها كده سخنت معايا. طبعا انا مش عايزة الزيت يسخن قوي، انا عايزة درجة الحرارة تبقى متوسطة علشان السمك الفراخ اللي احنا قطعناه تستوي معايا كويس، ما تبقاش نية من جوه. هنا زي ما انتوا شايفين انا مش معليه النار متوسطة هادية كده معايا علشان الفراخ تستوي حلو. ضفت كل الفراخ طبعا في الطاسة زي ما انتوا شايفين، وهسيبها شوية لحد الجنب ما يتحمر معايا. وهنا بشوفها لقيتها اتحمرت وادتني لون جميل قوي. جنب الاولاني علشان خاطر تاخد سوا كويس، تبقى مستوية بزيادة يعني.
من الوقت للتاني كده هتفضلي تقلبي فيها على الجنبين عشان السوا بتاعها يبقى مظبوط. اللون بتاعها جميل قوي وشكله يفتح النفس، والريحة بتاعتها بصراحة تحفة. وانا هنا في نفس الطاسة هضيف لها برضو الخضار بتاعي الجميل اللي احنا قطعناه، لانها نزلت صوص جميل وهيديني طعم حلو قوي للخضار. لو لقيتها ان هي محتاجة مثلا شوية زيت هضيف لها معلقتين تاني. هنا قلبت الخضار وهسيبه بقى لحد ما يدبل معايا ويستوي شويه. طبعا براحتك، لو حابه ان انتي تخليه يستوي زياده ماشي، حابه تخليه ان هو يبقى فيه قرشه بسيطه كده برضو انتي وراحتك. هنجيب بقى الفراخ اللي احنا حمرناها او اللي احنا سويناها، هنبدا نقطعها شرايح رفيعه زي ما انتوا شايفين. وهنا بوريكم ان الفراخ مستويه من جوه، لونها جميل واستوت، وطبعا اللون الجميل اللي في الكفر بتاعها من بره شكله تحفه يفتح النفس، وريحتها جميله جدا مع التتبيله اللي احنا عملناها. الاكله دي بتتعمل بسرعه، مش محتاجه ان انا اسيبها تتبل ولا حاجه، لا بسرعه كده. او لو انت مستعجله محتاجه تعملي حاجه خفيفه ما بتاخدش منك وقت. قطعنا كل كميه الفراخ زي ما انتوا شايفين شرايح، وهنشوف الخضار بتاعنا استوى ولا لسه. هنقلب فيه كده، وهنضيف حوالي فصين توم كده مهروسين ناعم تديني ريحة جميلة جدا، وهنضيف معلقة التوابل اللي احنا شلناها في الاول، وهنضيف كمان عصير ليمونة كاملة كبيرة تديني طعم جميل جدا للفاهيتا. هضيف بقى عليها الفراخ اللي احنا قطعناها شرايح، وهقلب كده مع بعض وهنسيبها شوية تاخد وتدي من طعم الخضار بتاعنا. وطبعا ما تنسوش التكة الجميلة اللي احنا بنعملها في اكلنا، وهي عبارة عن بجيب الفويل واحط فيه فحماية وادلق عليها رشة زيت بسيطة بتديني ريحة جميلة قوي للاكلة بتاعتي. استوت معانا الفاهيتا. طبعا الفاهيتا دي بيتقدم معاها رز ابيض او عيش تورتيلا زي ما تحبي طبعا، بس انا قلت اغير شوية لان عملنا رز كتير، فقلت نعمل مكرونة اسباجيتي كده بالصلصة، طريقة لذيذة وخفيفة كده هتعجبكم. حطينا مية على النار وضفنا عليها معلقة ملح ومعلقتين زيت عشان خاطر المكرونة ما تعجنش معايا، لاني بيختلف من كل نوع مكرونة والتاني. المية غليت وضفنا ليها المكرونة. طبعا هنقلبها عشان خاطر ما تقفش في بعض كده او تمسك في بعض. وهنا هشوف المكرونة بتاعتي هقلبها برضو تاني اشوفها استوت ولا لا، لقيتها لسه هسيبها شوية. المكرونة بتاعتنا استوت، وهنا هصفيها طبعا وهشطفها شطفة كده وهضيف لها معلقة زيت. هنيجي بقى للصلصة بتاعتنا بتاعت المكرونة، سهلة جدا. هنحط شوية زيت وهنضيف بصلاية مبشورة ناعم، طبعا هنقلب فيها كل شوية لحد ما تصفر وتديني اللون الجميل. كل ما تغمقي في البصلاية كل ما الصلصة بتاعتك بتبقى اغمق، كل ما تخليها فاتحة الصلصة بتاعتك بتبقى فاتحة، فزي ما تحبي. انا حمرتها للدرجة دي كده كانت مظبوطة معايا. الطماطم بتاعتنا طبعا دي صلصة انا عملتها قبل كده معاكم، بحب اشيلها جاهزة في التلاجة. ضفت الصلصة وسبتها اما غليت، وبعدين ضفت عليها التوابل عبارة كمون وفلفل اسمر ومكعب مرق والملح. طبعا ما بتاخدش وقت معايا في السوا، بتستوي بسرعة لان هي اوريدي متسبكة مش محتاجة حاجة. وهنا هتكون الصلصة بتاعتنا ادتني لون جميل قوي زي ما انتوا شايفين، واتسبكت معايا وبقت مظبوطة كده. هتكون خلصت معانا اكلة النهاردة، سهلة وما خدتش اي وقت. هنضيف طبعا المكرونة في الاطباق وهنضيف عليها الصلصة من فوق كده. بحب اقدمها بالطريقة دي بيبقى شكلها جميل قوي. لو انت حابة ان انت تقلبي المكرونة مع الصلصة برضو انت وراحتك. المكرونة مع الصلصة شكلها جميل ويفتح النفس. وهنا هنقدم الفاهيتا بتاعتنا. انا ضفت كام ورقة جرجير كده يدوني شكل، وضفت الفاهيتا طعمها جميل وريحتها جميلة جدا، وان شاء الله تعجبكم كلكم.
اتمنى الحلقة تكون خفيفة عليكم وسهلة وبسيطة. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن أحسنا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا.